ايه اللي يخليني اشتري عربيه مثلا وكيل، وايه اللي ممكن يخليني اشتري عربيه استيراد؟ حسب نوع العربيه. اوكي. يعني انا مثلا انا مش من الناس ابدا اللي بتنصح ان انت تشتري رينج روفر استيراد. ليه؟ لان الرينج روفر الاستيراد ما علشان تدخل الضمان مش فاكر بتدفع كام، اراوند $15,000 تقريبا علشان تدخل الضمان. اوكي. والرينج روفر احنا عارفين هي عربيه بيحصل لها مشاكل، اكيد. فاحسن 1000 مره ان انت تجيبها وكيل علشان لو لا قدر الله حصل لها حاجه تقدر تصلحها. اوكي. مرسيدس ما بتفرقش غير في المواصفات. مرسيدس انترناشونال صح؟ انترناشونال وارنتي، اه. بالضمان في اي حته. اعتقد اللي ما بيخشش الهايبرد صح؟ اه بس اللي بيفرق في مرسيدس وكيل عن استيراد ان دايما الوكيل مواصفاته قليله. العربيه مش فولي لودد، دايما ناقصه حاجه. اوكي. انما حتى الفولي لودد ناقص برضه. بالظبط، اه حتى بالنسبه الفولي لودد بتاع للوكيل. الوكيل مش فولي اه. لودد. انما انت العربيه الاستيراد انت تقدر تكونفيجر عربيه، تعمل لها كونفيجريشن، اوكي. تبلد كل حاجه فيها على مزاجك وتجيبها. عايزها بقى غاليه، عايزها رخيصه، عايزها فولي لودد، عايزها ناقصه حاجه معينه. فدي ميزه الاستيراد.